السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ شوية تنظيفات. هننضف كده المطبخ معاكم، وهننضف كده التنظيف عميق للمطبخ، وهنعمل جولة فيه ان شاء الله، وهنعمل غدا بسيط خالص. هنتكلم النهاردة في موضوع كل واحدة حاسة ان مرهقة، او كل واحد حاسس انه مرهق طول الوقت، عنده شغل كتير وعنده حاجات متراكمة وعنده احساس بالذنب لانه مش قادر ينجز. ولو انت دلوقتي بتسمعيني وعندك حاجات كتيرة مطلوب منك ومش قادرة حتى تبدأي في الحلقة دي، ان شاء الله النهاردة موضوعنا النهاردة ليك ان شاء الله. النهاردة مش هنتكلم عن الكسل بالطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها، هقولك بقى شدي حيلك قومي اشتغلي، الناجحين هم اللي بيناموش. لا، هنتكلم النهاردة ان احنا نشتغل بذكاء، لان الحقيقة ان اغلب الناس مش كسولة، ما اغلب الناس مرهقة مشتتة وعقلها مليان ضغط. وفي فرق كبير بين الواحدة الكسولة والإنسان المستنزف. خلينا نبدأ. في ناس كتير أول ما بتتأخر بتقعد تقول بقى أنا كسلانة، أنا ما عنديش إرادة. لكن في حاجات تانية، إن دي مش كسل، دي ساعات الواحد بيبقى مرهق ذهنيا وعنده ضغط نفسي وعنده نوم قليل، ما بينامش كتير، عنده خوف من الفشل، أو حتى عنده حاجات كتير. فكل دي بتلاقي بتخنق العقل. العقل البشري لما يحس ان الحمل اكتر من قدرته، او شايل اكتر من قدرته، بيبدأ يهرب. وفجأة تلاقي نفسك وراك حاجات كتير، تلاقيك ماسكة الموبايل من غير سبب، تلاقيك بتفتح فيديوهات، تلاقيك بتأجلي الشغل 5 دقايق في 5 دقايق يوصلوا ساعتين واكتر. تبص للسقف كده مش قادرة تبدأي، يعني موراكيش حاجة، يعني وراكي مهام كتير وما انتش عايزة تقومي تعملي اي حاجة. ودي مش لانك ما عندكيش مسؤولية، ولكن لان عقلك بيحاول يحمي نفسه. المشكلة اننا بنتعامل او بنعامل نفسنا بشدة. ازاي؟ بدل ما اقول انا ليه مش قادرة اشتغل، بقول انا غبي، انا فاشل. وده بيزود التعب اكتر. اول خطوة بقى للتخلص من الكسل انك تبطل تكره نفسك. ما تقعديش تكره نفسك طول الوقت. اسمع الجملة ديت، انت محتاج تنظيم وطاقة، مش جلد ذات زي ما بيقولوا في علم النفس. طب ليه بيبان ان الشغل بيبان تقيل علينا جدا؟ تعال نفكر فيها كده. لا، اوقات مهمة بسيطة كده بنحس انها جبل. السبب غالبا مش المهمة نفسها، السبب ان عقلك شايفها ضخمة. لما تقول نفسك لازم اخلص البيت كله النهاردة، لازم انضف البيت بالكامل، هتلاقي عقلك بتوتر فيؤجل. فالعقل بيحب الحاجات الواضحة والبسيطة وبيكره الغموض. عشان كده واحدة من اذكى الطرق للتغلب على الكسل وهي اللي احنا نقسم الحاجة. بدل ما اقول هخلص الشغل كله النهاردة، اقول آه هعمل مثلا الأوضة دي النهاردة، هرتب المطبخ النهاردة، هغسل السجادة بس النهاردة. ما تقعديش تراكمي حاجات كتير فوق بعضها. ساعات بيبقى عندك يجي 6 ساعات فاضية مثلا ومش قادرة تعملي أي حاجة، ممكن يبقى عندك ساعة واحدة بس وتقومي تشيلي البيت كله فوق بعض، لأن الواحد بيبقى دماغه رايقة. فاسألي نفسك كده، انت بتنامي كويس؟ لو دماغك مش رايق يبقى انت ما بتنامش كويس. ما بتشربيش مية كفاية، طول اليوم على الموبايل، ما بتديش حتى راحة لعقلك شوية. القعدة على الموبايل والفيديوهات والحاجات دي كلها. اقعدي حاجات بسيطة بقى، ممكن تقعديش اليوم كله، خلصي اللي وراك وبعدين اقعدي. لكن ما تقعديش مش اول ما تصحي من النوم تمسكي التليفون وتفضل قاعد. ده غلط، ده بيخليك ما تعمليش حاجة وبتكسلي طول اليوم. كتير من الستات بيدخلوا الايام ديت وهم حاسين ان لازم ان البيت يلمع على 10 ايام اللي احنا فيهم قبل العيد دوت. عايزين البيت يلمع والاكل يخلص، ولو كان في حلويات تتعمل والولاد يجهزوا والاكل يبقى مظبوط. وفي الاخر هي الوحيده اللي بتدخل العيد مرهقه وتعبان. العيد مش اختبار للكمال ان كل حاجه تبقى على اجمل وجه. العيد راحه وفرحه ولم. قسمي المهام كده، كل يوم حاجه بسيطه، وما تقارنيش نفسك بحد، وخلي في وقت ليكي حتى لو نص ساعه. ولو حسيت انك مضغوطه، مش لازم كل التفاصيل تبقى مثاليه عشان العيد يبقى حلو. وافتكر ان البيت الهادي وفي ام مرتاحه نفسيا احلى بكتير من البيت الكامل بس صاحبته منهارة من التعب. وطبعا اهم حاجه وسط الزحمه دي كلها، ما تنسيش العباد. اوقات قبل العيد بننشغل بالتنظيف والترتيب والاكل والطلبات، وننسى ان الايام دي من اجمل ايام عند ربنا. حتى لو مشغوله طول اليوم، حاولي تسرقي لنفسك لحظات بسيطه كده. استغفري وانت بتطبخي، قرآن لو صفحة واحدة في اليوم، دعوة حلوة كده بينك وبين ربنا. صلي بهدوء كده، واهم حاجة الصلاة. او حتى الذكر وانت بترتبي البيت طول الوقت، لسانك راتب بذكر الله. خلي قلبك ياخد نصيبه زي البيت بالظبط. لان الراحة الحقيقية مش بس انك كل حاجة تخلص، الراحة ان روحك كمان تبقى مطمئنة، ودي مش هيجي الا بالعبادة.
في حاجة مهمة كمان يا ست البيت الجميل، ما تنسيش نفسك وسط خدمة الكل. انت طول اليوم بتفكري من اكل من خلص من محتاج ايه، لكن قليل اوي لما تسألي نفسك انا عاملة ايه، مرتاحة، محتاجة اهدى شوية. خدي نفس كده واشربي حاجة بتحبيها واقعدي شوية من غير احساسك بالذنب. صدقيني الست المرتاحة نفسيا بتملي البيت راحة وطاقة اكتر من اي تجهيزات. وكمان في نصيحة كمان من القلب كده، قبل العيد حاولي تدخلي العيد بقلب خفيف، مش بس بيت نظيف. سامحي واهدي كده وبلاش تكبري الزعل، والعيد اجمل لما القلب يبقى مرتاح. ولو بينك وبين حد خلاف بسيط، رسالة لطيفة او كلمة حلوة ممكن تغير حاجات كتير. وكمان علمي ولادك ان فرحة العيد مش بس في اللبس والخروج، لكن في صلة الرحم واللمة والضحكة والرحمة وذكر ربنا. واخيرا ما تنسيش العيد عشان تفرحي لما كل حاجة تبقى كاملة. افرحي باللحظات الصغيرة دي، مثلا تكبيرات العيد، فرحة ولادك بلبس الجديد كده، تجهيزات، حلويات وتجهيزات العيد. ونصيحة كمان يا ست الكل، خلي نيتك في كل تعبك لله. وانت بتنضفي وانت بتطبخي وانت بتربي وانت بترتبي البيت لولادك واهلك، احتسبي التعب عند ربنا، احتسبي التعب ده عند ربنا. اوقات ابسط الحاجات اليوميه بتبقى عباده كبيره بالنيه الطيبه. وما تنسيش تدعي لنفسك كمان، مش بس لكل الناس. ادعي ربنا يريح قلبك ويبارك في صحتك ويقويكي ويرزقك راحة البال، لأن الست اللي قلبها مطمئن بيتها كله بيهدى معاها وولادها بيطلعوا سويين نفسيا. وكمان افتكري، مش لازم أن يكون عيدك غالي عشان يكون حلو وجميل. أوقات أبسط الحاجات هي اللي بتعيش في القلب. أكلة بيحبوها ولادك، قعدة عائلية كده هادية مع أصحابك ومع أهلك، ضحكة من القلب كده، تكبيرات شغالة في البيت ولما فيها مودة ورحمة. بلاش تحملي نفسك فوق طاقتك عشان تبهري الناس. الراحة والسكينة أهم بكتير من المظاهر. وخلي عندك يقين إن البركة مش في الكترة، البركة في الرضا. وربنا يجعل أيامك كلها فرحة وطمأنينة، ويدخل العيد على قلبك براحة وسعادة يا رب العالمين. وما ينساش نكتر من الدعاء الأيام دي، لأن الأيام دي خير أيام الله. آه، كتر الدعوة والاستغفار بجد مهمين. اللهم بلغنا العيد واحنا في احسن حال، لا فاقدين ولا مفقودين ولا مهمومين ولا حزنانين. اللهم اجعل ايامنا القادمة فرجا لكل ضيق وراحة لكل قلب متعب. اللهم بارك لنا فيما تبقى من ايام، واجعلها ايام خير وبركة وسكينة. اللهم ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس. اللهم اخرج من قلبي كل قلق وهم واملاه يقينا بك. اللهم اجعلني مطمئنة بك راضية بما قسمته لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.